كده والله العظيم نفسي بجد اخد كورس في الحلويات دي. ايه رأيك؟ انا شاطره في الاكل بس مش شاطره في الحلويات. هتاخد كورس في الحلويات وتفتح مطعم باسمها وباسم عيالها، وهتفتح منه فروع كتير، وجوزها بيشجعها وواقف معاها وفي ظهرها، وعمل لها احلى مفاجاه لعيد ميلادها. كواليس احتفال شادي شاكر بعيد ميلاد مراته داليا مصطفى بعد ما رجعت من عند مامتها ومعاها زين. يا ترى ايه اللي حصل وايه حكايه مطعمها اللي عايزه تفتحه، وهل فعلا هتاخد كورس في الحلويات علشان تفتح مشروع احلامها؟ مفاجآت كتير هتعرفوها معايا في الفيديو ده. هتاخد كورسات وتطور من طبخها واكلاتها علشان تفتح مشروع احلامها وتعملها باسمها او اسم مطرقع كده يخلي المعازيم طوابير عليها. وجوزها عمل مفاجاه لعيد ميلادها، وبالمناسبه انها قامت بالسلامه كمان. كلامي هنا عن مشروع احلام داليا مصطفى ومفاجاه جوزها في عيد ميلادها، وحكايه الكورسات اللي عايزه تاخدها في التورت والجاتوهات علشان تطور من وصفاتها. داليا رجعت بيتها بعد غياب اسبوعين كانت فيهم عند مامتها علشان خلفت، وجابت زين اللي هو نور الدنيا وجه بدري عن ميعاده. ما كانوش مستعدين خالص يومها، والولاده فجأة ما كانش عارف يحتفل بيه بسبب ظروف الولادة وتعبها، فقرر أول ما هتيجي بيتهم يعمل لها أحلى مفاجأة، وليمة حلويات. يا ترى عمل لها إيه؟ خليها تغمض عينيها بشريطة حمراء، وجاب لها تورتة عبارة عن فراشات وبراونيز وكب كيك وجاتو سواري وحلويات آخر دلع، وما كانتش مصدقة وطارت من الفرحة وانبسطت بالمفاجأة جدا، لحد ما فضفضت مع جمهورها إنها بتخطط تاخد كورس في الحلويات علشان تعمل مشروع أحلامها وتكون شيف للمناسبات وأعياد الميلاد والأفراح والسبوع والعقيقة والخطوبة وأي حاجة، وهو يكون مشروع ليها وفي نفس الوقت يسليها ويكون مصدر رزق ليها وباسمها. هنا شادي انبهر بكلامها وقال لها يلا بينا ونسميه أسامي مطرقعة والناس تكون طوابير عليه وما نلحقش على الطلبات ونعمل لهم عروض والزهر يلعب معانا. فجأة راحت بتهزر مع شادي وقالت بلاش حلويات أحسن نتخن أكتر، ما احنا بنتخن كل شوية، وقفلوا على الموضوع. شكلهم كده خافوا من الحسد. داليا بتعشق الأكلات والوصفات وبتعمل من الفسيخ شربات حرفيا، ولازم الأكل يطلع شكله حلو ومنظم. تحب النظام والنظافة جدا، لدرجة لما نقلت من شقتها اللي في العاشر علشان ترجع في البلد بتاعتهم جنب اخواتها ما جابتش حد خالص يساعدها، وعملت كل حاجة بنفسها رغم تعب الحمل، لدرجة متابعينها استغربوا وقعدوا يسألوه ازاي ما جاتش شركة ولا حد يساعدها في النقل والفرش. حتى سلفتها ياسمين ما كانتش موجودة غير ساعة النقل، لكن هي اللي وقفت بنفسها عملت كل حاجة هي وجوزها شادي، وكان بيساعدها في أقل حاجة. وهي شخصية بتعشق التفاصيل، تحب تعمل كل حاجة بالورقة والقلم، لازم تظهر بالشكل اللي هي حباه، وفعلا بيطلع الديزاين لايق على كل حاجة، لدرجة ان قبل حملها بيوم كانت عاملة وليمة برجر وفرايد تشيكن بنفسها، وكانت مروقة على نفسها وعلى جوزها. تاني يوم ولدت وجابت زين، رغم كل حاجة جت صدفة. داليا أول ما ظهرت على السوشيال ميديا كانت بتتكسف خالص، ما كانتش بتعرف تقول كلمتين على بعض، وكانت بتدرس، بدأت في وقت قصير هي وجوزها يثبتوا نفسهم على السوشيال ميديا، فيديوهاتهم بتجيب ملايين المشاهدات. وقت ما كانت تعبانة الكل كان بيدعمها وبيدعي لها ربنا يكمل لها حملها على خير. داليا حلم حياتها تكون شيف قد الدنيا وتنافس الشيفات الكبار وتفتح مطعم أحلامها وتاخد كورسات وتطور من أكلاتها وخلطاتها. ده شكله قريب جدا أول ما تقوم بالسلامة من ولادة زين. يا ترى تفتكروا فعلا هنشوف مطعم داليا وشادي قريب؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.